عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الرز بلبن جامد جدا واحلى بكتير من اللي بنشتروه من بره. شايفينه مكشكش ازاي وناجح جدا معانا. من اول مرة هتجربوه هيطلع ناجح جدا معاكم وحلو جدا. لو اول مرة بقى بتشوفوني اعملوا اشتراك للقناة واعملوا لايك وشير للفيديو. تحفة جدا. وكمان هنعمل الطاجن اللي في الفرن، كان بجد خطير خطير. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة عندنا كيلو من الحليب مغلي، وعندنا كوباية قشطة زيادة عشان نخدم الرز بلبن بتاعنا، وكمان عندنا كوباية الا ربع من الرز وكوباية سكر، وعندنا رشة فانيليا ورشة ملح، وعندنا كوبايتين ونص مية لسلق الرز، وكوباية مية زيادة عشان هنحط فيها 3 معالق من النشا. ايوه 3 معالق، ما تقلقوش هيطلع تحفة. وكمان عندنا باكو دريم كريم شانتيه يعادل 3 معالق كبار من الكريم شانتيه لو جايبينه من العطار فرط او حاجة. وكمان عندنا معلقتين كبار من اللبن الباودر. تمام. مقادير سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله تكون متوفرة عندكم. كمان هكتبها لكم في صندوق الوصف، بيبقى موجود تحت الفيديو، هكتب لكم فيه كل المقادير. اول حاجة بقى هندوب كوباية المية في طبق غويط او في بولة، اي حاجة موجودة عندكم غويطة. هنحط كوباية مية، وطبعا نفس كوباية المية دي اللي احنا معايرين بيها كل حاجة. هحط عليها اول حاجة اللبن البودر، معلقتين كبار لبن بودر. وتاني حاجة هحط عليها الكريم شانتيه، 3 معالق كبار كريم شانتيه، او الكيس بيبقى فيه 3 معالق، هما 3 معالق اللي في الكيس، اللي هو كيس دريم، ممكن تستخدموا اي نوع تفضلوا. هقلبهم بقى كده كويس جدا بالطريقة دي، حركة دائرية كده. لازم ادوبها كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. اول ما يدوب معانا هننزل بالنشا، 3 معالق كبار نشا. ما تقلقوش هيبقى حلو جدا، 3 معالق كبار هيبقوا مظبوطين جدا مع المقادير اللي انا قلت لكم عليها. هنقلب بقى بمضرب كده عشان كله يتجانس مع بعض ونتأكد انه خلاص مفيش اي تكتلات. هنسلق بقى الرز. عندنا هنا زي ما قلت لكم كوبايتين ونص من المية في حلة على نار متوسطة، وبعدها هنزل بالكوباية الا ربع رز. انا لما غسلته ورجعت حطيته في الكوباية زاد شوية، لكن هو كوباية الا ربع، يعادل كوباية الشاي الصغيرة. تمام. المية كانت لسه ما بدأتش تغلي، انا قصدي احطه كده عشان ياخد وقت اطول في المية، عشان الرز يكون مستوي كويس معانا. هنا بقى اول ما ابتدى يغلي هقلبه كل دقيقتين 3 كده عشان ما يمسكش في بعض او ما يلزقش في الحلة او حاجة. لازم كل شوية اخده تقليبتين. هنا الرز كان معانا خلاص استوي، لازم نعمله تيست كده. اول ما تشرب معانا نزلنا بكيلو من الحليب. انا نزلت بيه تدريجيا بالطريقة دي. طبعا انا واخدة كيلو الحليب بالقشطة بتاعته. تمام. نزلنا بيه هسيبه يغلي كده دقيقتين، وبعد كده نزلنا بكوباية السكر. هقلب فيها كويس لحد ما السكر يدوب معانا، وبعد كده هحط رشة الفانيليا ورشة الملح عشان تعادل الطعم. هاخده تقليبتين برضو كده، اهم حاجة يكون التقليب معانا مستمر حتى لو كل دقيقتين. انا كنت بدوق السكر عشان لو محتاج سكر انا هزوده معلقة كده، المعلقة دي اختياري، يعني دي حاجة بقى ترجع لكم. انا ممكن عشان حابة الحاجة تكون مسكرة شوية لان في كوباية نشا لسه هنحطها، بس طبعا من غير المعلقة دي هو السكر بتاعه مظبوط جدا، فعادي جدا ممكن ما تحطوش المعلقة دي. خلاص هنا بقى لما اللبن بدأ يغلي معانا هنحط الكوباية اللي احنا حاطين فيها النشا واللبن البودر والكريم شانتيه. هقلب بقى المزيج ده كله مع بعضه بالطريقة دي. واخر حاجة هنحطها كوباية القشطة، مهمة جدا في الرز بلبن ان احنا نخدمه كويس جدا، فدايما خليه يبقى موجود عندكم قشطة شايلينها في الفريزر او كده بتطلعوها وقت الاستخدام منين ما تحتاجوها. هنقلبها بقى كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه ونلاقي ان هو بدأ يلف كده. هنقلب فيه كده شوية بالطريقة دي بالمضرب او بمعلقة
لحد خلاص ما نتأكد ان كله تجانس مع بعضه والقشطة بتاعتنا دابت، لان انا كنت مطلعاه من الفريزر. خلاص كده بيغلي معانا كده بقى تمام. خلاص احنا كده هنطفي عليه بقى النار. هنا بقى حضرنا الاطباق بتاعتنا اللي هنحط فيها الرز بلبن، وكمان عندي فخارات صغيرة عشان اعمل طواجن رز بلبن ادخلها الفرن تحت الشواية. طلعت تحفة. هحط بقى كده، هحط في كل الاطباق. طلع معايا كمية كويسة جدا. لو التزمتم بالمقادير كويس جدا هيطلع معاكم مظبوط مية مية. هكمل بقى في بقية الاطباق بالشكل ده، وطبعا هسيبهم لما يبردوا خالص وفي الاخر هدخلهم التلاجة. تمام. دي كانت كل الكمية اللي طلعت معايا، كانت كمية كويسة جدا. هسيبها بقى لحد ما يبردوا. وبالنسبة للفخارات هدخلها الفرن تحت الشواية، هتقعد مدة نص ساعة. هنا بقى انا جهزت اكياس تلاجة قطعتها مربعات بالشكل ده. لو متاح عندكم استريتش هيبقى حلو جدا. طبعا غطيناه بعد ما كان برد تماما، مينفعش نغطيه وهو سخن. هغطي بقى كل الكمية بالطريقة دي. وبعد كده طبعا هشيله في التلاجة. هنا بقى بعد نص ساعة كان عندنا الفخار التحفة ده بالشكل ده. بجد كان طعمه مختلف تماما وكان حلو جدا. طبعا هسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده هغطيه برضو بأكياس التلاجة او بالاسترتش وادخله التلاجة، بس ده كله بعد ما يبرد. شايفين شكله تحفة. هنا بقى بعد ما سبناه في التلاجة لتاني يوم، شايفين الرز بلبن عامل شكل اللي هو الكشكشة دي، ناجح معانا جدا. شايفين كمان من قريب عشان اوريكم كويس. ندوق بقى، يعني طعمه كان بجد رهيب ومظبوط، مظبوط قوي. كمان هنيجي للفخارة الرهيبة دي بقى طعمها يعني لا فظيعة. كانت بجد حلوة قوي 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 يعني. ايه انا مقربه لكم جدا عشان تشوفوا المنظر بجد. يلا بقى هستناكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.